هنا بنلاحظ إن ده تدريب عامله فانسون، مشكورا جدا. اسمه القناة بتاعته برضو يا جماعة عشان تبقوا عارفين، اسمها فرنش سكول تي في. طيب، هو بيجيب صورة وبيقول لك ديكري سات فوتو. ديكري سات فوتو يعني اوصف هذه الصورة، وكاتب لك ايه. لو انت مستواك A1 ل A2 مطلوب منك تكتب 3 جمل وافخاز. لو انت مستواك B1 و B2 هتكتب 5 فخاز، 5 جمل. الصورة لو وصفناها بالعربي هي عبارة عن بوابة قديمة شوية، عريقة يعني. فيها زي اللي هي زي القبة كده من فوق. الباب بتاعها يعني، هي بوابة كده فيها قرش من فوق كده، فيه اللي هو زي القوس كده من فوق. ولما بتبص جوه البوابة بتلاحظ ان انت شايف يعني زي كده ريف وخضرة، وفي شجرتين كده صاروا واقفين، وفي زي تلة كده. وقدام البوابة واضح ان في طريق كده مرصوف، وعلى الناحيتين يعني مرصوف، يعني زي ما اسفلت يعني متسفلت كده، او المهم ان هو مش مكسر يعني. وفي صفين عربيات زي ما احنا شايفين على اليمين وعلى الشمال. طيب، بعد كده هنشوف هيدينا أمثلة. لو انت مستواك من A1 ل A2 هتقول ايه، هتوصف ازاي باللغة الفرنسية. ولو انت مستواك B1 B2 الفوكاب اللي هتستخدمها والتركيبات الأكثر تعقيدا اللي هتستخدمها هتكون عاملة ازاي. هنشوف مع بعض.